كشفت جريدة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن جبهة البوليساريو سحبت أسلحتها من منطقة الكركرات العازلة تحت ضغط بعثة الأمم المتحدة مينورسو والأمين العام أنطونيو غوتيريس. وأضافت المصادر نفسها أن الجبهة الانفصالية أوقفت ممارساتها الاستفزازية في المنطقة، وباتت حركة الشاحنات المتوجهة إلى موريتانيا عادية. وأبرزت المصادر ذاتها أن انسحاب البوليساريو من المنطقة جاء بوساطة موريتانيا بعد استقبال قياديين بارزين في الجبهة الانفصالية أخيرا بين واكشوط، مضيفة أن موريتانيا تسعى إلى إيجاد حل للمشكل، خاصة بعد احتجاج عدد من التجار الموريتانيين من نقص حاد في نشاطهم التجاري إثر فشل عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من المغرب في الدخول إلى موريتانيا بسبب توقيفها من طرف دوريات الجبهة. عيون. وتصاعدت حدة التوتر العام الماضي بعدما أقام مقاتلو بوليساريو نقطة عسكرية جديدة في الجرجرات، بعدما بدأ المغرب بشق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين. فصل جديد من المواجهة تشهدها هذه البقعة الصحراوية الصغيرة، منطقة الجرجرات العازلة، المنفذ البري الرئيسي الذي يربط المغرب بموريتانيا في عين العاصفة من جديد، إذ وصل التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو حد التلويح بإمكانية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الاشتباكات المسلحة إلى منطقة الصحراء المتنازع عليها منذ أن توقفت رسميا عام 1991. التصعيد المتجدد منذ 6 أشهر سعى لاحتوائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إذ دعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد من الجهات العسكرية أو المدنية، كما طالب بعدم عرقلة الحركة التجارية واتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة. وفي خطوة مفاجئة أعلن المغرب سحب قواته بشكل أحادي من الجرجرات الحدودية، انسحاب قالت الرباط إنه جاء التزاما بتوصيات غوتيريس في اتصال هاتفي مع عاهل المغرب الملك محمد السادس. ستبدأ المملكة المغربية من اليوم في تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من منطقة الجرجرات، وتتطلع الرباط الآن إلى أن يسمح تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بالعودة إلى الوضع السابق في المنطقة المعنية وعدم الإضرار بها، وكذلك السماح بتدفق حركة النقل، ومن ثم الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما جبهة البوليساريو فاعتبرت في بيان انسحاب المغرب بمحاولة ذر الرماد في العيون وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب 3 عقود. وأكدت الجبهة على أهمية عدم تجزئة الأزمة والعمل من أجل تسوية شاملة تضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. ترحيب واسع حظي به قرار الانسحاب، ترحيب يأتي بعد أسابيع من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب طاول عقودا 3، في مؤشر على تحول مسار معركة الرباط في قضية الصحراء إلى الساحات الدبلوماسية. ينضم إلينا من الرباط عبد الرحيم منار السلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، كما ينضم إلينا من باريس أبي بشراي البشير سفير البوليساريو في باريس. أبدأ معك سيد عبد الرحيم منار السلمي، يعني ما الثمن السياسي الذي جناه المغرب من وراء هذا الانسحاب؟ أولا دعيني أوضح وسط هذا الضجيج الذي يقوم به البوليساريو والجزائر يجب أن أشرح موقف المغرب. أولا الحجة الأولى أن المغرب كان واضح لما قام بالعملية في منطقة العازلة، كان يقول بأنها مؤقتة، أن عملية تطهير مؤقتة. المسألة الثانية أن المغرب انتظر لأنه فهم جيدا بأن هناك الجزائر تحاول أن توظف ورقة البوليساريو لكي تخلق مشكل لن يمكن المغرب من العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بمعنى أنه ترك الوقت المناسب. الحجة الثالثة وهو أن المغرب اليوم يعرف وقد ناقش مع الأمم المتحدة أنه سيكون هناك بيانات من الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى ضبط النفس، لهذا هو استبق هذه العملية ليقوم بهذه المسألة. لذلك كل ما يقوله البوليساريو اليوم لا يدرك بأنه سقط
في فخ، هو فوجئ بهذه العملية سيد عبد وهو اليوم الرحيم، موجود في أفهم من منطقة. كلامك نعم. يعني أفهم من كلامك بأنه المغرب حاول سحب الذريعة من الجانب البوليساريو وبالتالي انسحب من هذه المنطقة الجرجرات. هذا ما حققه، فتح صفحة جديدة مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب هو يلتزم بالشرعية الدولية، وهذا أتى باتفاق مع الأمم المتحدة. المغرب انسحب بطريقة أحادية، هذه كانت ضمن الخطة الاستراتيجية منذ البداية. ترك البوليساريو اليوم لا يعرف بماذا يقوم. طيب. بماذا يقوم. لهذا ترك البوليساريو بمعنى يأخذ الصور في الطريق ويحاول أن يخلق هذه الضجة، وهو اليوم في وضعية غير قانونية في هذه المنطقة، في مجابهة مع القوات الأممية. والمغرب يراقب الوضع مع ملاحظة أنه يملك حق الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى المادة 51، ولهذا كل الحجج التي دعني أسمع رأي السيد بشراي البشير. سيد بشراي، هل تفاجأتم بهذا الانسحاب وسحبت الذريعة منكم؟ يعني كنتم تتوقعون أن يصعد المغرب وبالتالي يعطيكم ذلك المزيد من الدعاية لكم ولما تقومون به في هذه المنطقة؟ يا سيدتي، نحن لا نحتاج إلى مبرر للدعاية. نحن حركة تحرير وطنية نقود كفاح من أجل إقرار مبادئ الشرعية الدولية في الصحراء الغربية باعتبارها آخر إقليم مستعمر في القارة الإفريقية كما تقول الأمم المتحدة وكما يقول الاتحاد الإفريقي. طيب لماذا اعتبرتم بأن ما قام به المغرب دار للرماد في العيون؟ المغرب خرق وقف إطلاق النار يوم 11 غشت 2016 لأسباب يعرفها المغرب. انتظرنا الأمم المتحدة مدة 17 يوم كاملة من أجل ردع المغرب وإجباره إلى التراجع عن خرق وقف إطلاق النار ودخوله إلى المنطقة العازلة المحكومة بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة لم تبادر إلى اتخاذ خطوات لإجبار المغرب. نشرنا قواتنا في المنطقة، أوقفنا الطريق المغربية لأنه خرق واضح لوقف إطلاق النار. الآن المغرب يعلن انسحابه بشكل أحادي بناء على حساباته الخاصة وأجندته. نحن نقول بأنها ذر للرماد في الأعين، لأن القرار الذي ينتظره العالم منذ 40 سنة ليس التراجع بعدة مترات إلى ما وراء الجدار، ولكن التراجع بمئات الكيلومترات والانسحاب من الصحراء الغربية المحتلة. سيد أبي بشراي البشير، أنتم تطالبون المغرب لو سمحت لي. اسمحي لي دقيقة. لا لو سمحت لي، يعني تكلمت بما فيه الكفاية، بدي استوضح الموقف. أنتم اتهمتم المغرب بأنه يقوم بذر الرماد في العيون، ولكن الأمم المتحدة، إسبانيا وحتى فرنسا دعت الطرفين إلى الانسحاب من هذه المنطقة. هل ستقومون بذلك وتلبون أنتم أيضا الدعوات الدولية؟ نحن ما نقوم به وسنقوم به هو أننا ندعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ إلى الأجندة المغربية والتعامل مع موضوع الجرجرات كحالة معزولة عن السياق العام المتعلق بتنفيذ مأمورية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. طيب. سيد أبي بشراي، استفتاء تقرير المصير وما يتعلق بها من القضايا. نحن مستعدون للتفاوض مع الأمم المتحدة مع المغرب تحت الرعاية الأممية من أجل حل إشكالية انسداد مخطط السلام في كليته وليس في جزئية تتعلق بالجرجرات فقط. يعني أنتم تطالبون المغرب بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، لماذا لا تلتزمون أنتم بها؟ نحن ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة. قلنا بأننا نشاطر الأمين العام ولكنكم لم تسحبوا المظاهر المسلحة من منطقة الجرجرات. تعليق سريع قبل ما أعود للسيد عبد الرحمن. يا سيدتي الكريمة، نحن ما نقوله وسندأب على قوله بأنه حان الوقت الآن لإيقاف استهتار المغرب. المغرب طرد المكون المدني للمينورسو ويفرض أجندته في السماح لهم بالعودة بالتقسيط. المغرب يرفض استهتار تقرير المصير. انتقلت إلى الاتهامات ولم ترد على سؤالي للأسف يا سيد أبي بشراي. انتقلت إلى توجيه الاتهامات للمغرب دون الرد على سؤالي.
ما هي الاتهامات التي وجهت إلى المغرب؟ نحن قلنا إننا سؤالي لك يا سيد أبي بشراي، أنا أحاول أن أجد إجابة عن سؤالي لو سمحت لي. هل ستنسحبون أنتم من منطقة الجرجارات؟ الجواب عن السؤال الجواب عن السؤال هو يجب التوجه بالسؤال إلى المغرب والأمم المتحدة. لماذا لا يتم تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي هو جوهر المسار بحد ذاته؟ مسألة الجرجارات تجلي بسيط تفصيلي لحالة الانسداد الموجود في مخطط التسوية. طيب. خليني أحول هذا السؤال للسيد عبد الرحيم منار الجرجارات في كل يوم. طيب سيد عبد الرحيم منار، يعني انسحب المغرب بشكل أحادي من هذه المنطقة في ترحيب دولي بهذا الانسحاب من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من إسبانيا، ولكن هل يشكل ذلك مقدمة لعودة الاتصالات فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية؟ أولا الأخ الذي يخاطبني لن يكون له جواب، لأن الجواب هو موجود في الجزائر. هذه النقطة الأولى، بمعنى الجزائر هي التي تأمر البوليزاريو بأن يتحرك وفق أجندتها. النقطة الثانية، المغرب كما قلت بمعنى أنه انسحب بطريقة أحادية، فاجأ البوليزاريو والجزائر. بمعنى اليوم الأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى عملية الانسحاب، البوليزاريو لا يعرف إلى أين يتجه، وبالتالي هو يخرق المقتضيات المتفق عليها، وهو يطالب بهذه الأسطوانة القديمة وهي مسألة العودة إلى المفاوضات. نعم، لا يمكن للمغرب. يعني البوليزاريو يقول بأن المغرب لم يقم بسحب قواته من الجرجرات وإنما سحب العتاد فقط، وأنه تراجع بضعة أمتار ولم يكن هنالك انسحاب كامل من هذه المنطقة. اليوم هناك إشادة من طرف المنتظم الدولي بهذه الخطوة. لماذا؟ لأنها خطوة تذهب في اتجاه الحفاظ على الاستقرار. لماذا؟ لأن المغرب بمعنى أنه يعرف أن هناك كيان طائش الذي هو البوليزاريو لا يعرف إلى أين يتجه، يعرف بأن كما قلت بأنه موجود في هذه المنطقة وينقل المعلومات والصور غير صحيحة، وهو يبحث. لاحظي بأن الأخ هو يتحدث عن عملية العودة إلى المفاوضات. لا يمكن للمغرب أن يستمر في المفاوضات مع كيان لا يملك إرادته، ولا يملك بمعنى إرادته موجودة في الجزائر. هذا هو الوضع اليوم. لاحظي بأنهم غير قادرين على تقديم الجواب. إذا المغرب قام بهذه العملية، المغرب هو دولة أمة قام بهذا الأسلوب الحضاري المقبول من طرف المجتمع الدولي. سيد عبد الرحيم، أفهم من كلامك أنه ما قام به المغرب ما هو إلا مناورة اليوم. ليس مناورة. المغرب يعرف جيدا بمعنى أنه اتفق مع الأمم المتحدة، هذا الذي لا يعرفه الأخ الذي هو أمامي. المغرب اتفق والتزم بالشرعية الدولية، وهناك نقاش سيبدأ على هذا الملف داخل الأمم المتحدة، ولا نعرف بمعنى كيف سيتعامل البوليزاريو مع هذا الوضع. وقلت بأن المغرب يحتفظ بحق الدفاع الشرعي عن النفس، لأن هذه المنطقة خطيرة جدا، والبوليزاريو يحاول أن يدخل إليها جماعات أخرى. هذه المنطقة خطيرة، وهناك إشارة من طرف الأمم المتحدة بأنها منطقة خطيرة، والبوليزاريو لا يملك حق قطع طريق تجاري مدني في اتجاه موريتانيا. يجب أن نضع هذه المسألة في سياق القانون الدولي. نحن نتحدث بلغة القانون الدولي وليس بلغة أخرى. طيب سيد أبي بشراي البشير، يعني المغرب ينسحب بشكل أحادي، المغرب يعود للاتحاد الإفريقي على الرغم من وجود البوليساريو فيه، يعني في عدة خطوات يقوم بها المغرب، ولكن يعني لماذا لا تلاقون المغرب في منتصف الطريق؟ يا سيدتي الكريمة، مأمورية الأمم المتحدة هي من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. والسيد الضيف من الرباط يعني آخر من يملك الحق عن الكلام عن القانون الدولي أو الشرعية الدولية. هي سيد أبي بشراي البشير، بس من فضلكما كي لا نوجه الاتهامات لبعضنا البعض ولا الإساءة، يعني عبر عن وجهة نظرك كما تريد ولكن دون توجيه الإساءة للآخر للضيفين الكريمين. المغرب يعني ما لم يصطلح المغرب مع مجموعة من المعطيات الرئيسية المتعلقة بالنزاع هو بأنه بلد محتل للصحراء الغربية، وكفى المغرب استغباء الرأي العام المغربي والرأي العام الدولي. الأمم المتحدة موجودة في الإقليم لأنه إقليم غير محكوم ذاتيا وبصدد عملية تصفية استعمار، والمطلوب هو إنهاء المشكل برمته وتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي توجد بموجبه الأمم المتحدة في
نحن ما قلناه. طيب سيد أبي بشراي، أنت تدعو إلى العودة للمفاوضات. إذا كان موقفكم واضح وما بتعتبروا إلا الحل إلا وفقا للطريقة التي ترونها مناسبة، لماذا العودة للمفاوضات والدعوة إليها إذن؟ يا سيدتي، ليست الطريقة التي نراها نحن، هذه الطريقة التي رأتها وتراها الأمم المتحدة: تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير عن طريق استفتاء حر ديمقراطي ونزيه، يعني الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي. وما نقوله الآن في هذه الحالة بالتحديد المتعلقة بالجرجرات إنه الوصفات الدوائية المهدئة ذات المفعول المؤقت لم تعد تجدي نفعا. ونحن ننادي الأمين العام الجديد، وهو شخص نحترمه ونقدره وله دور كبير في استقلال تيمور الشرقية المستعمرة الإندونيسية السابقة، بأن يبادر إلى مباشرة علاج عميق حقيقي لحالة الانسداد المسؤول عنها هو المغرب. المغرب هو من يرفض الاستفتاء، المغرب هو من طرد الأمم المتحدة. شكرا لك سفير البوليساريو في باريس أبي بشراي البشير، شكرا لك. كما أشكر من الرباط عبد الرحيم منار السلمي أستاذ العلوم السياسية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.